فتعالوا نشوفه قبل وبعد. هقف على الجيومتريك كلر، ادوس كنترول سي اخد منه كوبي وادوس على باك سبيس امسحه كده قبل التلوين خالص، قبل ما نلون وقبل ما نعمله اي حاجه. كده كنترول في عشان يحط لي الجيومتريك كلر كده بعد التلوين. كبل لكم دي برضه عشان تبان كده، ده قبل التلوين وده بعد التلوين. تعال نشوف الطريقه الثانيه مختلفه في ايه، في الكلر كوركشن. هروح على الجيومتريك كلر من قائمه الافكت كنترول وامسحه. بعد كده هروح على البروجكت وادوس كليك يمين واختار النيو ايتم ادجستمنت لاير وادوس له اوكي. بعد ما عملت الادجستمنت لاير هسحبه على التايم لاين، دبل كليك واسحبه وادوس عليه واروح على قائمه كلر وابدا الون الفيديو بتاعي براحتي. الفايده دي انه هيفيدك في ايه، ان بيجي التلوين بتاعك منفصل عن الفيديو، يعني على حسب انت عايز تعمل ايه في الفيديو. بيجي الفيديو وحده منفصل عن التلوين بيجي في لير وحده او طبقه وحده والفيديو في طبقه تاني. فعلى حسب انت شوف انهي اللي تريحك فيهم واعملها.